ملي كنت كنوجد هاد اللقاء معكم لقيت نظرة على المبادئ ديال الحزب ديالكم الPPS بطبيعة الحال. لقيت أنه مجموعة من الأمور اللي هي مكتوبة: حياة ديمقراطية يعني كتشتغلوا عليها، يعني الترسيخ ديال الحياة الديمقراطية، تحقيق العدالة الاجتماعية، الدفاع عن جميع أنواع المساواة. يعني هذه أمور اللي كتتضح بأن الريادة كوسيله كيمكن لها تدفع بهذه الامور هذه بواحد الوتيره عاليه جدا. غير على سبيل المثال، نعطيك على سبيل المثال، ملي كنتكلموا على مبادئ ترسيخ الحياه الديمقراطيه. انا شخصيا ملي كنت مدير مصلحه الرياضه احدى المدن الفرنسيه، ملي تيوصل شهر 5 وشهر 6 تقريبا المدينه ديالي كان فيها تقريبا شي 120 جمعيه. تصور معايا سي نبيل انني اون طونك ديريكتور دي سبور اني شوي انفيتي دي زاسومبلي جينيرال، جموع عامه. هذيك الجموع العامه ملي كنمشي انا كنحضر تنشوف دي بارون جايبين وليداتهم تيجلسوهم تيحضر. كنقول هذا درس في الديمقراطيه. يعني قبل ما نشوفوا تيجي تيحضر الجمع عام ديال واحد الجمعيه ديال كره القدم ولا كره اليد ولا كره السله ولا الجيمناستيك، وهذاك تيجلس الوليد وتيشوف بانه كاين نقاش، كاين تقرير ادبي، تصويت، تقرير مالي، تصويت، ديميسيون ديال لي مومبر، ترشيح دي مومبر جدادين، نقاش، اسئله، اجوبه. كنقول هذا هو ليدوكاسيون ا لا في ديموكراسيك، هذا هو التربيه. فما كيظهرش ليا ان ما كيبانش بان الحزب ديالكم مثلا يتبنى هذه المساله ديال الرياضه، لان انا تكلمت على مستوى مدينه متوسطه فيها 120 جمعيه. يعني الوليد يمكن له يحضر 3 4 5 ديال الاجتماعات، وكنتكلموا على هذه ليدوكاسيون من الصغر. ماشي انسان تيوصل عنده 18 عام عندنا نقول له راه خصك تمشي تنتخب. راه الوليد تيجي تيحضر لهذه الامور هذا كيتنمى فيها. مثلا المساله ديال ليغاليتي بين لي فام ولي زوم، هذه المساله هذه حنا تنسمعوا له ديبا اليوم دابا هو كاين بخصوص الارث، بخصوص مجموعه من المسائل. ونشوفوا ليغاليتي اون فام مثلا في المجال ديال الجمعيات الرياضيه، نشوفوا التمثيليه ديال الجانب النسوي، نشوفوا شنو هما الجامعات. 57 جامعه في المغرب يلاه فيها 2 ديال النساء اللي هما كيسيروا جامعات. نشوفوا هذه الامور هذه ونتكلموا عليها. بالنسبه للجانب ديال لا جوستيس سوسيال كذلك يمكن لنا نتكلموا على المساله ديال الصحه، لان الرياضه راه صحه. راه النص ديال السبيطارات كنقولها دائما، النص ديال السبيطارات كيمكن لنا نخويوهم ونحققوا هذا الجانب هذا. الى غير نصحنا الناس ووصلنا لهم على انهم الا مارسوا ان دوميور سبور في النهار راه غادي يكونوا في صحه جيده. انا كيظهر لي هذه الامور هذه ان رجل سياسي يدوز بجانب هذه الوسيله فعاله اللي هي الرياضه باش يخدم مجموعه من الامور هذه، لان الرياضه كتوصلك في واحد الوقت وجيز. هذا هو الامباكت ديال الرياضه، لا بيسونس ديالها. سيكو الا كنا كنوصلوا لشي نتيجه واحد 15 عام ولا 20 عام، بعض الاحيان الرياضه يمكن لك توصلك شي حاجه ب5 سنين 6 سنين، يعني كديفيزي هذاك المده. يعني هذه الامور سي نبيل اللي كنتاسف ان يعني الناس السياسيين ديالنا ما واخدينش بهذه الامور هذو. ماشي الرياضه في حد ذاتها كوم ان فان سوا الرياضه باش الناس يماركيو ويربحوا، لا، ناخذ الرياضه باش نخدم هذه الامور هذه اللي هي اصلا مبادئ ديال الحزب ديالنا. الوغ سي مصطفى، و ميم طون غنحاول نتفاعل مع واحد الأخ كريم اللي هو سي محمد زمان، اللي سي كتب محمد زمان بأنه الصحفي ديالنا. اللي باغي يكتب بأنه يجب فصل السياسة عن الرياضة بخلق مجلس أعلى للرياضة عوض يعني من السياسيين. أنا بغيت ناخذ الكلام ديالك اللي كنوقع عليه وكنبصم عليه بالعشرة بحال اللي كيقولوا، وكنقول لك دابا السي مصطفى، كم نحن مثلا في الحزب ديالنا في حاجة إلى أنه كفاءات رياضية، وكفاءات رياضية في الممارسة الرياضية أو في معرفة الرياضة وفوائد الرياضة، يكونوا موجودين معنا وكيعرفوا يتكلموا عن الرياضة بحال اللي كتكلم عليها أنت دابا. بمعنى أنه هذه الفكرة بينما مثلا نبيل بن عبد الله اللي قدامك، لأنه رجل سياسي خصو يكون كيطير مع الطيور في الفلاحة وفي الصناعة
وفي الرياضة وفي التكنولوجيا وفي البنيات العمومية وفي إمم. التجهيز وفي الطاقة وفي الماء وفي الدفاع وفي راه سيدي راه ما يمكنش راه حزب سياسي سي اون بوتيت سي مجتمع صغير، إمم. بمعنى حنا في حاجة إلى أنه ماشي وهنا فين غنجاوب السي سي محمد زمان من زمان، باش نقول واه. له راه المسألة ماشي في أنه فين ما نمشيو لشي قطاع نقولوا عرفتي الحل هو إبعاد ال هاد المجالات، هاد القطاعات، إبعاد النقل مثلًا من السياسيين، ونديروا مجلس أعلى للنقل، إبعاد الشباب من السياسيين، نديروا مجلس أعلى للشباب، وإبعاد الفلاحة من السياسيين، نديروا مجلس أعلى ديال الفلاحة، ولكن هاد الشي شنو كيعني؟ كيعني y a plus de vie démocratique كيعني ما بقاش تنافس ديال التصورات والبرامج، كيعني بأنه كنجيب دي تكنوقراط اللي كما قيل لنا مثلًا في إطار الحكومة الحالية أنهم غيجيبوا لنا الكفاءات، وأن هاد الكفاءات اكتشفنا بأنهم ربما كيعرفوا شوية تقنيًا في بعض إمم. الجوانب، لكن ما خارجينش للساحة، ما عندهم انغماس مع المجتمع، ما قادرين يمشيو للبرلمان يهضروا مع الناس ويقنعوا، ما عندهم تجربة سياسية، ما قادرين يدافعوا ويضربوا فوق الطبلة باش يدوزوا واحد العدد ديال الإصلاحات في مجالات مختلفة، فهاد النبرة ديال نزع السياسة من عدد من الممارسات العمومية، هاد الشيء كيمكن يؤدي في نهاية المطاف إلى حاجة كتسمى الدولة الشمولية l'État إمم. totalitaire l'État dans lequel عمليًا il y a plus de politique إمم. كاين ناس وكنمشيو نجيبوا soi disant ديال واحد العدد الكفاءات وكنديروا un gouvernement de technocrates وديك الوقت ما نبقاو نديروا لا انتخابات ولا تنافس ديال البرامج ولا شيء من هذا القبيل بهذه الطريقة. عمليًا كنجيبوا واحد المجموعة ديال الكفاءات وكنخليو أوساط معينة هُما اللي كيسيّروا كل شيء بلا ما يبانوا أنهم راه في الواقع هُما اللي كيسيّروا كل شيء. فلذلك المسألة ماشي في الفصل بين السياسة ومجموعة من القطاعات، إمم. المسألة في التغذية ديال الفضاء السياسي بكفاءات حقيقية اللي يتسيسوا واللي يجيو يمارسوا السياسة داخل الأحزاب ويكونوا مختصين ويكونوا عندهم كفاءات تقنية، بمعنى أننا حتى إلا ما كانوش منخرطين 100% في الحزب، يكونوا منفتحين للعمل مع الأحزاب السياسية.